بيقول دوستويفسكي: قد يكون في أعماق المرء ما لا يمكن نبشه بالثرثرة، فإياك أن تعتقد أنك تفهم الآخرين بمجرد تحدثك إليه. في ناس بنقضي معاهم يوميا ساعات ونفتكر إن إحنا فهمناهم وعرفناهم لمجرد إن إحنا اتكلمنا معاه، بس الحقيقة في قلوب مليانة كلام وما بتقولش ولا كلمة. في ناس شايلة هموم أعمق من أعمق أي سؤال ممكن تسأله، وجواهم وجع عمرك ما هتلمحه في وشوشهم، لأنهم اتعلموا إنهم يداروا الوجع بابتسامة. الكلام بيكون عندهم مش وسيلة تفريغ، الكلام بيكون وجع. فعشان كده اوعى تفتكر إنك فهمت حد عشان فتح لك موضوع، ولا تفتكر إن اللي ساكت مرتاح. أوقات السكون بيكون أمين بس من نوع تاني. ولو عايز تفهم الناس اسمع سكوتهم مش بس كلام. في الآخر خلونا متفقين إن القلوب ليها لغة محدش بيسمعها إلا اللي بينصت بصدق. دي كانت إبسود 29 من سلسلة في كل كلمة حكاية، وخطوة جديدة، درس جديد، وإحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.